السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهاردة كتبها لنا الكاتبة نورهان محمد والكاتبة بسملة لبيب، احب اشكرهم جدا. وقبل اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وبدون مقدمات كتير خلينا نخش في حلقة النهاردة على طول. تمام يا شباب، في حاجة في الخطة مش مفهومة؟ كلهم هزوا راسهم بالرفض. اتكلمت وقلت على بركة الله. بعدها كلهم خرجوا علشان يجهزوا. أنا وائل نصار، ضابط في اسم شرطة اسكندرية، عايش في شقة مستقلة بعيدة عن أبويا وأمي. ده يعني بحكم شغلي. كنت بشرح خطة للقبض على تاجر مخدرات كبير اسمه مختار السيد. الراجل ده كان موجود في منطقة الظاهر في اسكندرية. هو رجل أعمال كبير، عنده شركة من أكبر شركات اسكندرية للاستيراد والتصدير، لكن في الحقيقة بقى هو بيستخدم الشركة دي علشان يبعد عنه العين. المفروض انه هيسلم شحنة مخدرات في البحر الساعة 2 بعد نص الليل. طبعا عرفت المعلومات دي من ضابط زرعته معاه في الشركة، وده كان موجود معاه من مدة كبيرة، وخليته يثق فيه تماما بعد ما ساعده في عمليات صغيرة قبل كده. والخطة كانت اني اعمل نفسي القبطان البديل للسفينة، وطبعا هما كانوا عارفين شكل القبطان البديل، علشان كده قلت لهم انه تعب واني ابقى اخوه، وضربت بطاقة باسم فيك علشان يصدقوا ويدوني الثقة بالاتفاق مع القبطان الأصلي. وده طبعا مقابل إن سفينته ما يطولهاش أي أذى، والباقي هيكونوا قريبين مننا في مراكب صغيرة. عدت الساعات لحد ما جه الوقت اللي احنا هنتحرك فيه. جهزنا وأخدنا كل حاجة معانا واتحركنا على البحر، أنا والكام واحد اللي معايا. اتحركنا ناحية رجالة مختار، طلعنا معاهم على المركب من غير ما حد يلاحظ حاجة، وده طبعا لأن رجالة مختار كتير جدا فمحدش لاحظ إننا غراب. اتحركت المركب لحد ما بقينا في نص البحر. دقايق عدوا وكان في مركب تانية جاية علينا. سلموا البضاعة ورجعنا تاني، وأول ما رجالة مختار خرجوا من السفينة من هنا رجالتنا كانوا محاصرينهم من كل اتجاه. لمناهم كلهم في عربيات الشرطة، وفي اللحظة دي كانت في قوة تانية متوجهة لفيلة مختار. بصيت في ساعتي، كانت الساعة 3:30 الفجر. نزلت ايدي ورفعت عيني ناحية الشط، لقيت بنت قاعدة عليه. كانت بنت شكلها في مقتبل العشرينات، لابسة فستان اسود طويل، وكانت باصة عليا ومدت لي ايديها اكنها عايزة حاجة. وسمعت صوت معرفش جاي منين بيقول الحقني الحقني. الكلمة فضلت تتكرر. كنت بحاول اعرف الصوت ده جاي منين بالظبط، لحد ما حسيت بحد حط ايده فجأة على كتفي. اتفزعت وبصيت ورايا، لقيته زميلي عزت اللي اتكلم اول ما لفيت وشي ليه وقال لي يلا يا وائل، كل رجالة مختار معانا والبضاعة كمان. ومشي عزت. رجعت بصيت على مكان البنت تاني، بس هي ما كانتش موجودة، اكنها فص ملح وداب. مستحيل تكون مشيت. ازاي يعني اختفت من المكان ده كله في ثواني؟ فضلت دقايق مش مستوعب اللي حصل، لكني حاولت اتجاهل الموضوع. ورجعنا على الاسم، حققنا مع مختار، وبعدها دخلنا الحجز مع باقي رجالته علشان بكرة يترحلوا على النيابة. وبعد ما قفلت قضية مختار روحت على بيتي. دخلت اخدت شاور وحضرت لقمة سريعة، وقعدت فتحت التلفزيون على قناة إخبارية مشهورة جدا كانت بتنقل الأخبار النازحين والخيام اللي ولعت بالناس اللي فيها. ما قدرتش استحمل المناظر وقفلت التلفزيون. خلصت أكل ورحت قعدت في البلكونة شوية. ثواني مروا وفجأة سمعت نفس الصوت اللي سمعته على شط البحر بنفس الكلمة الحقني الحقني. قمت اتفزعت من على الكرسي وانا بلف حوالين نفسي. ما كنتش عارف الصوت ده جاي منين، وما كانش في حد موجود غيري في البيت. فضلت استعيذ بالله من الشيطان ودخلت جوه الشقة والصوت اختفى. مسحت وشي بايدي وفسرت ده انه من الارهاق، بس ما انا برضو كنت شغال على عملية مش سهلة يعني، وما كنتش بنام. دخلت الأوضة وفردت جسمي على السرير ونمت.
صحيت تاني يوم على صوت المنبه الساعة 9. قمت وقفلته، جهزت علشان اروح القسم. فعلا رحت وخلصت شوية شغل عندي. على الساعة 12 بالليل كده كنت خلصت. خرجت من القسم وركبت العربية. كنت حاسس بخنقة فظيعة، فده خلاني اروح اقعد على البحر شوية. دخلت اخدت كرسي وخرجت قعدت على الشط. كنت مركز في شكل البحر وجماله لحد ما حسيت بحركة حواليا. لما بصيت لقيتها نفس البنت اللي شفتها يوم العملية. كانت قاعدة على بعد خطوات مني. كانت مدياني ظهرها لحد ما لفت وشها ليا وبدأت تشيل شعرها شوية من على دماغها، وظهر جرح كبير جدا في راسها. وقالت بصوت خايف بيرتجف: الحقني الحقني. بلعت ريق برعب وانا بقول لها: انت مين؟ انت مين؟ طب الحقك ازاي؟ ما ردتش، ورجعت شعرها تاني على وشها ورجعت بصت على البحر. لساني كان معقود. كل اللي انا عملته اني اخدت نفسي ورحت على العربية ومنها على البيت. دخلت اخدت شاور وبعدها فردت جسمي على السرير وانا بفكر في اللي حصل ده لحد ما رحت في النوم. تاني يوم في القسم وعلى الساعة 1 بعد الظهر جه لينا بلاغ باختفاء بنت عندها 20 سنة. البنت نزلت زيارة لقرايبهم ومرجعتش. الوضع فضل كده لحد ما مر أسبوعين على اختفائها، ولما أختها قلبت الدنيا عليها عند كل قرايبهم وما لقيتهاش، جت هي ومرات أبوها علشان يبلغوا باختفائها. كل ده كان طبيعي، بس اللي مش طبيعي إن لما شفت صورة البنت اللي في المحضر جسمي كله أشعر. دي كانت نفس البنت اللي شفتها على الشط. كلمة صدمة كانت قليلة جدا على اللي أنا حسيته. رفعت الملف قدام عيني. الاسم علا حسين، السن 20 سنة، طالبة في جامعة اسكندرية كلية الآثار. كل اللي جه في بالي وقتها بعد ما افتكرت اللي حصل معايا هو إن جثتها أكيد في المية. أمرت فريق البحث تروح على الشط اللي شفتها عنده ويبحثوا فيه، واللي حسبته لقيته. طلعوا جثة البنت من أعماق البحر. البنت كان واضح إن بقالها مدة كبيرة في المية، وده لأن الجثة كانت متشوهة. السمك واكلها والملامح نفسها مش واضحة من المدة اللي قعدتها الجثة في المية، وكمان كان مربوط في جسمها حجارة عشان ما تطلعش على وش المية. أول ما شفت الجثة في المشرحة عيني راحت تلقائي ناحية رقبتها، بس لأن لون الجلد اتغير ما كانش واضح حاجة. وبعد ما أختها ومرات أبوها اتعرفوا عليها، صريخ وعياط، أجواء الطبيعية اللي بتحصل في أوقات زي دي. رحنا على المكتب، وبعد ما سهى أخت علا هديت شوية بصيت وقلت لها: أستاذة سهى، انتوا ايه اللي خلاكم تيجوا تبلغوا بعد كل المدة دي من اختفاء علا؟ اتكلمت بصوت مخنوق من العياط وقالت: علا كانت متعودة كل فترة والتانية انها تروح تقعد عند حد من قرايبنا شوية بسبب خناقاتها الكتير مع مرات بابا الله يرحمه. هي حتى ما كانتش بتقول لحد مننا انها رايحة كام يوم عند حد علشان مرات ابويا هترفض. كنا متعودين انها لما تتخانق مع مرات ابويا تروح تقعد كام يوم وترجع تاني لحد بس ما الموضوع يهدى. بس المرة دي المدة طولت قوي، ولما سألنا كل قرايبنا قالوا انها حتى ما راحتش عندهم. بصيت لمرات ابوها اللي كانت حاطة وشها في الارض وقلت: ويا ترى سبب الخناقة ايه يا حاج عدلات؟ ردت الست وقالت: كان بسبب اني كنت عايز اجوزها ابن اختي حسام، بس هي ما كانتش راضي. بس صدقني كنت بتناقش معاها، ما كبرتاش على حاجة يعني. بصت لها من فوق لتحت، وبعدها بلغتهم ان الجثة هتتشرح لانها حصلت بفعل فاعل. اختها وقفت عياط فجأة وبصت لي وقالت: لا يا فندم، احنا مش موافقين، وكمان احنا ما عندناش حد بيكره اختي، يعني مش للدرجة دي علشان يعمل فيها كل ده. كل الناس كانت بتحبها، احنا متأكدين انها حالة انتحار. كنت هرد لكن قطعتني مرات ابوها وقالت: الجثة مش هتتشرح، احنا مش هنبهدل البنت، خليها ترتاح، حرام عليك. ما قدرتش اتكلم، بس يعني
هقول ايه؟ عايز اشرحها علشان بشوف عفرتها. سكت وهم اخدوا الجثة بعدها واتكفنت وراحوا علشان تدفن. اما انا فقفلت القضية وبعدها خلصت شوية ورق، وعلى العشاء كنت راكب عربيتي ومروح. بس حسيت بحاجة جوايا بتقولي اروح البحر اللي شفتها فيه. دخلت الشط ولقيتها قاعدة كانت ضم رجليها ومحوطاها بدراعاتها الاتنين، وكانت بتعيط ورفعت راسها لفوق ولفتها اتجاهي. عينها كانت حمرة جدا، وقالت بنبرة كلها خوف وهي مش قادرة تتنفس لكنها بتغرق: الحقني الحقني، هغرق، هموت. ولما انت خايفة قوي كده لا تغرقي، خلاكي تيجي هنا وتموتي نفسك؟ نظرة عينيها اتغيرت، حسيتها اتعصبت وقالت لي: انا ما قتلتش نفسي، هي قتلتني. هي مين؟ ما كانش فيه رد. اتبخرت من قدامي. رجعت ركبت العربية واتحركت على البيت. دخلت وبعد ما اكلت دخلت نمت. عدى يومين وفي اليومين دول ما شفتش ولا سمعت حاجة. شكيت ان دي ممكن تكون هلاوس. بس في اليوم التالت وبعد ما رجعت من القسم وارتحت، قعدت شغلت اللاب علشان اشتغل شوية على حبة حاجات مهمة عندي. لكن فجأة النور قطع. اتجاهلت الموضوع وكملت شغل على اللاب، بس اللاب علق وما كانش راضي يشتغل. وبدأت اسمع صوت مية جاي من الحمام. رحت الحمام وكانت مية البانيو شغالة، والبانيو شبه اتملى على الاخر. طفيت المية ولفيت ظهري علشان ارجع، بس سمعت صوت زي ما يكون حد دخل في المية، لدرجة ان في مية جت عليا. وببطء لفيت دماغي وكانت الصدمة نفس البنت قاعدة بنفس فستانها الاسود، وجرح راسها كان واضح جدا. قربت عليها وقلت لها: انت مين اللي عمل فيكي كده؟ شاورت لي على مراية الحمام. بصيت عليها وما لقيتش حاجة. رجعت بصيت على البنت وكانت اختفت. وهنا سمعت صوت رن تليفوني. جريت خرجت وكان تقرير تشريح الجثة. ما انا نسيت اقول لكم اني اجبرت اني ادي لاهلها جثة تانية غير جثة علا علشان جثة علا تتشرح. يعني الجثة اللي هم دفنوها دي ما كانتش جثة علا اصلا، كانت جثة بنت تانية ملهاش اهل ولا ليها حد. التقرير كان كالاتي: الوفاة حدثت الساعة 4:43 بعد نص الليل. وتشريح الجثة اثبت ان الضحية ما ماتتش غريقة، هي كانت نازلة المية اصلا ميتة، والموت كان بسبب ضربة قوية على الراس. كمان الضحية فضلت في المية 2 أسبوع كاملين، وفضلت فيهم في القاع بسبب الحجارة اللي كانت مربوطة في الجثة. الكلام ده بيأكد انها اتقتلت، والقاتل ربطها بحجارة عشان تفضل في قاع البحر المالح، وده هيخلي الجثة تتحلل في وقت قليل جدا وتتلاشى تماما وينفد بفعلته. خيوط كتير ظهرت، بس كل خيط بيودي في اتجاه شكل. الحقيقة واضحة وفي نفس الوقت مبهمة. قررت اعرف مرات ابوها واختها اللي اتعصبوا جدا لما عرفوا اني شرحت الجثة، وعلى الرغم من اني قلت لهم ان بنتهم ما ماتتش غرقانة وان دي حالة قتل، بس ده ما هداش من غضبهم ناحيتي اي شيء. خليتهم يمشوا وسبتهم يهدوا مع نفسهم ورجعت بيتي. قلت هسيبهم يومين ولا حاجة يهدوا، بعدين استجوبهم تاني عشان اعرف لو علا ليها عداءات مع اي حد. دخلت البيت وعملت لي اكل وكلت، ورحت اترميت على السرير من التعب. وقبل ما عيني تروح في نوم عميق سمعت صوت جاي من الصالة. كان صوت بنت وكانت بتغني: انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون. ما خدتش وقت علشان اعرف مين الضيفة اللي عندي، وبسرعة خرجت ولقيتها قاعدة على الكنبة. اول لما خرجت بصت عليا ووقفت غنى. صوتها كان حلو، كان حلو قوي. فقلت لها: انتي صوتك حلو قوي. فابتسمت ابتسامة خفيفة ورجعت وقلت لها: في ايه يا علا عايزة تعرفيهولي؟ قوليلي وانا هساعدك. اختفت الابتسامة اللي كانت على وشها، ملامحها اتحولت لملامح حزينة. بصت قدامها وسكتت. فقلت لها:
ما انتي اكيد مش بتجيلي من غير سبب. طب انتي زعلانة عشان شرحت جثتك؟ بصيت لي وعينها احمرت، والنور اللي بسيبه على طول شغال في الصالة اتحرق. الدنيا بقت ضلمة. شغلت نور الموبايل وما لقيتهاش، كانت اختفت كالعادة. النوم طار من عيني بعد ما كنت هموت وانام. التفكير كافر ملهوش ملة، عامل زي المرض الخبيث، بياكل في دماغك ويسلب منك راحتك وتركيزك. حاولت انام كتير بس التفكير قرر اني منولش الشرف ده. فقمت لبست واخدت بعضي ورحت عند البحر. مكان هادي وجميل، ازاي يحصل فيه شيء بشع زي ده؟ فكرت كتير، مين ممكن يكون قتلها وليه؟ طب وروحها بتطلع لي ليه طالما مش راضية تقولي على الجاني؟ بعد تفكير وتفكير وتفكير قلت لنفسي خلاص كده مفيش غير منطق واحد، هي مرات ابوها، مين غيرها يعني؟ بصراحة انا ما كنتش متأكد، بس عايز اقنع دماغي علشان اوقف تفكير. فقررت اني هركز على مرات ابوها لانها المشتبه فيه الاول، وكلنا عارفين مرات الاب يعني، فاحتمال كبير تكون هي. رجعت البيت بعد محاولة كبيرة برضو علشان انام اخيرا. رحت في النوم وصحيت على رن التليفون. كنت مخلي عسكري يعرف لي كل حاجة عن اهل علا، وكانت الصدمة لما عرفت ان والدة علا ماتت وهي صغيرة، وبعدها مفيش ب3 سنين اتجوز ابوها عدلات، وبعد 10 سنين سابهم واختفى، ورجع ظهر من 2 سنين وما قالش اي مبرر لاختفائه غير انه كان بيشتغل. وبعدها بشهر مات بسبب جرعة زيادة من المخدرات، طلع كان مدمن وبيتاجر كمان. قمت فطرت ولبست ودماغي شغالة ما بتفصلش، ونزلت على القسم. دخلت مكتبي وكنت طالب عدلات وسهى. اول ما دخلوا كان باين عليهم التوتر، خليتهم يقعدوا وقلت لهم علا ما انتحرتش، علا اتقتلت. ممكن اعرف ليه ما شكتوش 1% انها اتقتلت وكنتوا مصرين قوي انها انتحرت؟ اختي ملهاش اعداء، هي لسه صغيرة ولسه داخلة الكلية، ما لحقتش تعمل عداوة مع حد. يعني انتي مش شاكة في حد؟ لقيتها اترددت اول ما سألتها السؤال ده. وقتها فهمت وطلبت من العدالات تخرج تستنى بره، وهعمل معاهم التحقيق كل حد لوحده. فلما خرجت سألت سهى قوليلي بقى يا سهى، انتي شاكة في حد؟ فضلت ساكتة ما بتتكلمش. فكررت سؤالي وزودت اختك اتقتلت يا سهى بدم بارد، وانتي ساكتة ومش عايزة تقوليلي اي حاجة تساعدي بيها اختك. مفيش حد ليه مصلحة في موت اختي غير مرات ابويا. طيب يا سهى، ايه سبب شكك ده؟ انها كانت يعني مؤخرا عايزة تجبرها انها تتجوز قريبها ده. خلصت كلامها وخليتها تخرج، ودخلت عدلات اللي ما قالتش اي حاجة مفيدة. كل اللي قالته انها من ساعة ما ابوهم ما اختفى وهي متحملة مسؤوليته، لانها ما بتخلفش وبتعتبرهم بناتها. ولما سألتها على حوار ابن اختها ده اللي كانت عايزة تجوزه العلا، غصب عنها قالت حسام ابن اختي يعتبر متربي معاه، وهو راجل وجدع يعني، وبيقف مع اي واحدة فيهم لو محتاجة اي حاجة. وكنت شايفة نظرات اعجاب متبادلة بينهم، بس ما غصبتهاش. يعني هي ما قالتش ده بشكل مباشر انها رفض، بس الحق يتقال اول ما قلت لها الموضوع ده بان على ملامحها التوتر، وتصرفاتها بقت غريبة لحد يعني اليوم اللي مشيت فيه. اخدت منها عنوان ورقم حسام وقلت لها طيب يا حاجة عدلات، تقدري تتفضلي وتاخدي سهى معاكي، ولو في اي جديد هبلغ حضرتك، ويا ريت لو في اي جديد تبلغوني. ريحت دماغي على الكرسي وغمضت عيني علشان اريح نفسي شوية واعرف افكر. واثناء ما انا مغمض حسيت بهوا بارد جدا، وسمعت صوت من جديد، صوت ناعم لايق مع جمال البحر ونسمة الهوا الباردة. انا بعشق البحر. فتحت عيني ولقيتها قاعدة على الكرسي قدامي. تعودت عليها ومبقتش خايف من وجودها. ابتسمت وقلت لها بتعشق البحر ازاي؟ انا نفسي افهم.
ده حتى المكان اللي اتغدر بيكي فيه. وقفت غنى اول ما انا اتكلمت، وبعد ما خلصت كلامي لفت وشها اتجاهي وقالت لي: البحر بريء، هم اللي غدارين. حلو، مين هم بقى؟ لازم تكتشف ده بنفسك، انا مش هقدر اقولك. ليه؟ يعني ليه؟ انا مش فاهم ليه. اتبخرت من قدامي. حطيت ايدي على دماغي واخدت نفس عميق وبدأت افكر. هي قالت هما، يعني مش حد واحد، وده صح جدا، لان مفيش حد واحد هيقدر يعمل كل ده لوحده. يخنقها لحد ما تموت ويربط الجثة بحجارة عشان ما تظهرش على السطح او تطلع لبره. معقول يكون حسام ومرات ابوها؟ انا كده لازم استجوب حسام. طلعت امر باحضاره وعلى بالليل كان جه. دخلت اوضه الاستجواب وقلت له: ازيك يا حسام؟ اكيد عرفت اللي حصل لعلا. هو انت كنت بتحبها فعلا وعايز تتجوزها؟ اه يا ست الظابط، وهي كمان كانت بتحبني. هي قالت لك انها بتحبك؟ اه قالت لي، بس كمان قالت لي ما اقولش لحد. من امتى الكلام ده؟ وليه يعني ما تقولش لحد؟ عشان اختها كانت معجبه بيا. ازاي؟ انا كنت معجب بيها من فتره كبيره، وقبل ما تموت باسبوع ونص رحت لخالتي عدلات وعرفتها ان انا بحب علا، بس ما اعرفش علا بتحبني ولا لا. وقتها كنا متجمعين كلنا على العشاء، وخالتي عدلات عرضت عليها انها تتجوزني بهزار كده يعني، عشان تشوف رد فعلها ايه. علا وقتها قالت لها: وانا هلاقي زي حسام؟ وكملت وضحكت. وهنا خالتي حست بقبول من ناحيتها، بس سهى اللي ملامحها اتغيرت وما كانتش بتتكلم او حتى تهزر معانا. اتجاهلتها ورجعت بيت. اليوم ده كنت فرحان جدا، وقررت اني هعترف لها بمشاعري. وتاني يوم فعلا كلمتها وقلت لها اني بحبها، وهي كمان قالت لي انها بتحبني، وكانت فرحانه جدا. وقلت لها اني هكلم خالتي ونجهز كل حاجه للخطوبه على طول. بعدها قفلت معاها ورحت عندهم بالليل علشان نتكلم، بس كانت متغيره وبتعاملني وحش. حاولت افهم مالها، ما قالتليش اي حاجه، وكل ما كنت احاول افتح الموضوع قدام خالتي وسهى كانت تفتح موضوع تاني، لحد ما انا مشيت. فانا ننيت عليها علشان افهم في ايه. قالت لي انها لما سالت لاختها ايه رايها في الموضوع، اختها قالت لها انها بتحبني قوي، وان ولا لو اتجوزتني لا هتبقى اختها ولا تعرفها. كمل. خلاص كده، هو ده اللي حصل بس. وايه خلاها تمشي وتسيب البيت؟ بصراحة انا ما سكتش لاني كنت بحبها، ففضلت ازن على خالتي انها تحاول تقنعها تاني. كمل يا حسام. خلاص كده يا باشا، ده اللي اعرفه كله والله. بقولك ايه، انت من اول ما جيت وانت باصص في الارض وبتتلاشى تبص في وشي. هي رقبتك دي فيها حاجة؟ لا 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 يا بيه، ابدا ابدا، بس هيبة سيادتك حاضرة برضو يعني. شك فيه كل دقيقة بيزيد اكتر بسبب خوفه المبالغ فيه ده. قمت مشيت ناحيته وقربت جنبه. توتره كان زايد لدرجة ان وشه فضل يجيب عرق وايده بتترعش. وطيت ناحية وشه وقلت له بنبرة حادة: بصلي في وشي كده وانا بكلمك. بدأ يرفع وشه، واول ما رفعه اديته قلم وقعه من على الكرسي، وقلت له بعصبية: ولا انت هتقول الحقيقة بمزاجك ولا خليك تقولها غصب عنك؟ اقول ايه يا باشا؟ بس انا قلت كل اللي اعرفه والله. ده انت شكلك بقى هتتعبني. تمام يا عسكري. دخل العسكري شاكر، كان حجمه ضخم، وده كان المطلوب علشان يخاف ويعترف. وخاف فعلا، بس ما قالش حاجة مفيدة. وكان في ازاز بيفصل ما بين اوضة الاستجواب واوضة تانية. عيني جت عليها ولقيت خيال علا، وهنا طلبت من شاكر يطلع بره. وقلت خلاص، جت اللي هتخليه ينطق. نور الأوضة بدأ يرعش، وظهرت علا، بس ظهرت في شكل مخيف. أنا شخصيا اترعبت من منظرها. جسمها كان زي ما لقوها في البحر، كان دايب لدرجة إن في مناطق باين منها الهيكل العظمي. عينها بيضة وشعرها متقطع وجرح راسها باين. حسام مات في جلده أول ما شافها، وفضل يقول: لا 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 لا، انت متي، انت متي. ازاي؟
مسكته من رقبته وطيرته، خبط في الحيطة وزحف وجالي عند رجلي وفضل يقول لي وهو بيعيط ومرعوب: خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، والنبي هقولك على كل حاجة يا باشا، والله ابعدها عني، والنبي يا باشا هتقتلني، الحقني منها والنبي يا باشا. ده زي ما قتلتها صح؟ ما قتلتهاش والله، والله العظيم ما قتلتها، بس انا اعرف مين اللي قتلها. انت. سهى اختها هي اللي قتلتها يا باشا والله. ايه؟ ازاي يعني؟ انت يالا. لما علا سابت البيت ومشيت كلمتني وقالت لي اننا لازم نوصل لحل، وعرفتني انها كلمت سهى كمان عشان تيجي، واتجمعنا كلنا عند البحر وقت الفجر، وانا قلت لسهى اني بحب علا وهي بتحبني وما ينفعش تقف قصاد سعادة اختها. وردت عليا ساعتها سهى بعصبية وقالت لي انه ليه يعني، وهي فيها ايه احسن مني واشمعنى هي. وساعتها يا باشا قلت لها يا سهى يعني دي حاجة مش بايدينا. وعلا كمان قالت لها انت يعني مش عايزة تتنازلي علشاني وعايزاني انا اتنازل علشانك. اتعصبت وقتها سهى وقالت لها ايوه علشان انا احسن منك في كل حاجة، انا الكبيرة يا علا، وانا مرتحتش من يوم ما اتولدتي ويوم ما لما لقيت حد وحبيته تاخديه مني. ساعتها علا ردت عليها وقالت لها انا ما خدتش حاجة منك، هو اللي حبني انا. وشدوا قوي في الكلام مع بعض، ومسكتها سهى من رقبتها. مسكت سهى وبعدتها عن علا، ولسه بطمن على علا لقيتها بتديها بعزم ما فيها بطوبة على دماغها. اتصدمت، حاولت اصحي علا بس كان خلاص يا باشا، كانت ماتت. وسهى هددتني انها هتقول ان انا اللي قتلتها علشان ما كانتش موافقة عليا، فاضطريت اساعدها وربطنا حجارة في جسم علا ونزلناها المية. ووقت ما مرات ابوها قلت عليها علشان طولت في الغياب، سهى كلمتني وقالت لي ان اكيد الجثة السمك كلها ودابت، استحالة حد يعرف كمان انه يلاقيها. علشان كده سهى سألتني لقيت الجثة ازاي، وكانت مستغربة اني عرفت. او ليها حق الصراحة يا باشا، هو سيادتك عرفت ازاي انها في البحر؟ اخرس يالا شاكر. ناديت على شاكر يجي ياخدوا الحجز، وكل اعترافه كان متسجل. ورحت بنفسي اجيب استاذة سهى اللي كانت بتنكر بشكل غريب لحد ما انهارت واعترفت بكل حاجة. وطبعا اتحكم على حسام بالسجن لانه اتستر على المتهم، وساعدها كمان انها تخفي جثة اختها. اما سهى بقى اتحكم عليها بالاعدام. وبس كده خلصت قضية جديدة. كده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب اشكر الكاتبة نورهان محمد والكاتبة بسملة لبيب على كتابتهم للحلقة. كمان حابب اشكركم طالما وصلتم لحد هنا. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واتمنى انكم تعملوا شير للقصص، خلي القناة توصل لأكبر عدد ممكن. متنسوش كمان تنضموا للجروب بتاعنا، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. وكمان اي حد عنده قصة حقيقية حصلت له او قصة من تأليفه حابب انها نذيعها يقدر يبعتلي على الاكونت الشخصي، برضه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كنت انا معاكم احمد عصام، ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جاية. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان ان ربنا ينصرهم يا رب. تصبحوا على خير.